Bon, bienvenue comme c'était prévu. Une mi-temps, un mi-temps, c'était comme ci, comme ça. On s'attendait à que l'équipe du Comore soit à la défense et nous à l'attaque. Pendant tout cette mi-temps, c'était comme ça. Je crois que c'était هادشي اللي كنا نتسناو، يعني ما كناش نتسناو يعني المغرب يتاكيو هذوك يدافعوا وحنا غاديين فيها السي خالد. هو عبد الله بالنسبه للشوط الاول تكتيكي 100%، لان مقابله اولى ضروري بالتخوف. جزر القمر داخله دفاعيا وكتلعب على الكونتراتاك. علاش؟ لان لعبه مع رابع العالم، فهمتي؟ كتفيقيا يعني ما يمكنش تغامر، ما يمكنش تفتح اللعب. فتحت اللعب ممكن تستقبل اهداف، وهذا الشيء هو اللي خلى المنتخب حتى هو. وما نساوش لان كاين بعض الامور بحال الدخول ربما شيئا ما موافقش عليه انا ديال سايس، لانه ما عندوش مقابلات كثيره، ما لعبش تقريبا تبليس خرج سايس في الدقيقه 17. خرج سايس وهذا غيشكل شويه. لا ربما ما غيشكلش لان دخل ياميق. ياميق كان شارينا تغيير هذاك من ناحيه واحد تغيير، ولكن كان ربما الاجدر ان ياميق يلعب رسمي في هذه المباراه، لانه عنده مقابلات، عنده لياقه بدنيه. ولكن ان شاء الله مع المقابله ما يقدرش. انا ملاحظه المنتخب ديال جزر القمر كيحاول انه يحافظ على التعادل، باش ان في الشوط الثاني يحاولوا ربما تكون شي محاوله ديال انهم، ولكن حنايا ونطمو زعما اشرف حكيمي تبارك الله ملي يدخل الشوط الثاني ونماركيو حتى حنا شي ان شاء الله. هي فعلا باش نرجعوا، هي كنا تماركا داك البيت ديال الماركه البيلانتي كدراسه تحليليه للشوط الاول من جانب جزر القمر. جزر القمر لعبه بخطين دفاعيين 5-4-1 وراجعه كامله للور. هذا لانها بحكم كما قلت سي خالد لعبه مع رابع العالم او 11 عالميا المنتخب المغربي، ولعبه في الملعب ديال مولاي عبد الله. ومالوغوزمون كاينه اليوم الشتاء اليوم يعني حتى الاجواء الجو تاعها مساعش وتبارك الله دايرين الجو مساعد. حنا راه لاعبين في المغرب ولاعبين لابلوج هي هذيك وديالنا، ولكن سي عبد الله راه يعني الفريق الوطني معول في لعب في الشتاء دائما. يعني حنا الجو ديالنا شويه جاف في المغرب، لا ولكن اللعابه اللي كيلعبوا في اوروبا راه كلشي في اوروبا، راه عندنا في اوروبا راه كاينه الشتاء. كملاحظه من ناحيه انا تقنيه اللاعب تبارك الله ما شاء الله ديال المغرب عنده تقنيه تبارك الله ديال اللاعب اللي كبيره بزاف مزيانه بزاف مقارنه مع جزر القمر، وهذا الشيء يقدر يحالفنا الحظ اننا نتاهلوا ان شاء الله. كنقاطعك الاخت، بالنسبه للمنتخب الوطني كانت عنده قوه من ناحيه اليسار من جانب تحليليا للمباراه. كان عندنا صلاح الدين كيمرر تمريرات، مالوغوزمون ما عندناش شي ناف كيكمل. كاين رحيمي هو اللي يصيد لنا، هو سي رشيد، هو ولا ريال غوش ولا ريال دروا، هما كلهم لاعبين. لارير دروا منين جا البيلانتي. شوف دابا بزراوي راه لعب بول ماتش في ريال دروا، راه خدامين. دابا ربما تقنيا الاشكال فينا هو الاشكال هو ان خصنا حنا مكمل. دابا مازال ما كاينش، دابا رحيمي بحكم انا قلتيها، راه خط دفاعي، راه خطه دفاعيه باش نلعب جزر القمر ولاعبين على الكونتراتاك. وهذه هي اللحظه بالضبط، لان خص حنا المنتخب ياخذ بعين الاعتبار هذا الامر، لان تكتيكيا يقدر باش يجيري المقابله فهاد الاجواء هذو مع جزر القمر. خصو يلقى المفتاح، لان جزر القمر غيخرج المنتخب غيلقى سي خالد بعض الحلول اللي غيقدر يعتمد عليهم الركراكي، لاننا عندنا جوج خطوط دفاعيه. جزر القمر خاصو يعتمد على خطه التسديد. هي راه ما بانش ليا ما كاينش مادام كيكون عندنا دو بلوك، خاصنا نعتمدوا على الحل ديال التسديد. المغرب اليوم ما بانش ليا حل ديال التسديد، ما غير هو كافيه. السي رشيد كان الفريق الوطني تبارك الله راه بزاف ديال المحاولات اللي دار، ولكن كلها يعني كانت فاشله. راه كاين خصم قوي
يعني جزر القمر ما غاديش نستهنوا بالقوه ديالو، كاين عنده واحد الجدار دفاعي قوي. le comment on va pas le prendre on va pas هاد ما غاديش نقلوا من ولكن كاين واحد المشكل سي عبد الله، مابقاش كاين فارق مشكل صغير ديال وفارق فريق في القاره الافريقيه في كره القدم بصفه عامه. جديده كره القدم مابقاش فارق كبير وفارق صغير. في طبيعه الحال المنتخب المغربي مرشح على الورق، ولكن ارضيه الميدان هي اللي كتحكم. الكره لو جو الا عندك شي حاجه راه غتبان في ارضيه الميدان. سي خالد، جزر القمر كما كنعرفوا عندها لعابه محترفين، الاغلبيه في فرنسا، ازيد من 5 ولا 6 لعابه في التشكيله الرسميه كيلعبوا في فرق في فرنسا، واغلبيه اخرين كيلعبوا في بلجيكا. وراه كاين وزن بالنسبه للاعبين اللي كيلعبوا في جزر القمر. جزر القمر ماشي فريق سهل، ما كاينش فريق سهل السي رشيد. لا ما كاينش فريق سهل طبيعه الحال. طبيعه الحال يعني نكون على يقين ان الفريق اللي غيلعب مع المغرب غيخرج النياب. صح. ولكن حنا نكونوا اسود في التيران. القمر كيستعمل واحد لا تكنيك ديال العنف، يعني محاولات كبيره اللي كتصاب فيها سيس. اللاعب سيس اللي عوضوا يميق نايف الكرد راه تبليسه، يعني كاين واحد العنف في داخل الملعب. العنف معروف في الافريق، يعني هذاك هو اللعب ديال افريقيا. ما غاديش نقولوا العنف، راه ما لاعبين في اوروبا. حنايا اوروبا عندهم واحد اللعب، واخا الانجلتير راه هي عندها هي راسها كيمشيو كيدافعوا ويضربوا هذه، ولكن تكنيكمون نورمالمون المغرب راه اللي او دسو فوق تكنيكمون. ولكن حنا هذا الماتش راه كنا نتسناوه هكذا، يعني حنا كنطيحوا وما كيدافعوا. بالنسبه لسي عبد الله في الشوط الثاني راه عندنا حلول، عندنا بزاف اللعابه في الاحتياط اللي غيقدروا يقلبوا موازين المغرب. واش الركراكي كما كيقولوا ليه في المغرب وين راه كما سمعنا شحال من مره وهما ينتقدوه من هذه ما كتلقى الحلول. واش بريكم غادي يلقى الحل في الميطود؟ انا كتوقع ديالي راه غيلقى الحل، لان عندنا لاعب بقيمه السلسولي يقدر يتعوض فيه. الاشرف حكيمي بليسي هذاك كوتي اريير جو بونس ما غاديش يكون حكيمي. سي رشيد هو البنك الاحتياط عندنا غني جدا، غير كما كنقولوا دائما في لغه كره القدم فالشوط اللاعبين داز شوط المدربين. غنشوفوا ركراكي شنو الحلول ونشوفوا كيفاش غيظهر بها المنتخب الوطني في الشوط الثاني. ربما غادي يتبدل خطه ركراكي، ربما يدير واحد التدخل ويبدل خطه جديده باش انه يربح الشوط الثاني. كتوقع ديالي غيكون شكرا. غادي ندوزو اش بان لكم في الميطون الثانيه، شحال غادي يربح المغرب؟ سؤال. انا على ما بان ليا من الطريقه ديال اللعب كيفاش جا الفريق ديال جزر القمر، كيفاش الطريقه ديال اللعب ديالو هذا فكنظن ان الناس تقدر تكون 1-0 المغرب يقدر يجي. شكرا سي خالد. هي 2-0 حتى 3-0 في الشوط الثاني. 2-0 حتى 3-0 ما تنساش، غادي نخاطروا عليها. رشيد بالنسبه للشوط الثاني غيكونوا فيه بزاف ديال التغييرات. غيكون عندنا الزلزولي اللي غيحسم المقابله، وعندنا خنوس. غيكون عندنا 3-0 المنتخب الوطني المغربي. شحال؟ 3-0 ديفلوبيتي بزاف. لطيف. انا كنظن 1-0 اللي غادي تكون ان شاء الله 1-0 المغرب، يعني 1-0 حنايا قابلين عليها. انا نقول الا تماركا البيت في الاول ديال الدوزيام ميطون، سي اون مارك ديال الديبي دو لا بروميير ميطون dans les 15 premières minutes, on peut y aller jusqu'à 3-0, 4-0, ça dépend comment ça joue. Parce que on va marquer وهما غادي يخرجوا لعندنا. شحال انا كنقول 3 للفوق. الا ماركينا في يعني الفريق ديال جزر القمر يعني ما كيتحركش في الميدان بزاف قد ما كيتحرك الفريق الوطني، وهذا هو اللي ما غاديش يحرك الفريق الوطني حيت غادي يعيا وغادي تولي اللياقه البدنيه شويه ديالو. كون سجلنا الهدف الاول كنكونوا في اريحيه في الشوط الثاني. ما بركيناش donc on va arrêter là, on va aller voir la deuxième mi-temps. غنلتحقوا بالميطون الثانيه. شكرا à tout à l'heure. Merci.